انفجار بدون صوت، ضحك ما ينسمع، شلون؟ تعال اعرف سالفة جديدة. تدري لو صرخت بالفضاء ما حد راح يسمعك، لا صوت لا صراخ ولا ضحك، حتى لو انفجرت مركبة فضائية ما راح تسمع شي، سكتة. نحكي ما نحكي ما يفيد، خلينا نسكت والسكتة أولى. الصوت على الأرض أكو وسط ناقل ينقله، مثل الماء، الهواء، حتى الجدران. الهواء هو أكثر وسط نستخدمه بحياتنا. الشخص من يحكي الأحبال الصوتية راح تهتز، والهواء يهتز، والهواء ينقل الاهتزازات إلى إذن الشخص المقابل، وبالتالي دماغ الشخص المقابل راح يفسرها ككلام أو صوت. بس بالفضاء ماكو هواء، ماكو وسط ينقل الصوت. يعني تخيل مثل قاعة امتحانات ما بيها طلاب أو جيب طالب نهاية الشهر فارغ. هذا الفضاء، وحتى لو رائد فضاء صح وين الغداء ما حد راح يسمعه إلا إذا كان ينقل صوته عبر الراديو. بس شلون ناسا تقدر تسجل الصوت؟ ناسا ما تقدر تسجل الصوت بالفضاء، لأن الفضاء فارغ. ناسا تسجل الموجات الراديوية والمغناطيسية وتحولها إلى صوت باستخدام تقنية اسمها السونيفيكيشن. هاي التقنية تحول البيانات إلى صوت، مثل تحول الرسم بياني إلى صوت. بهاي الطريقة راح نسمع الفضاء بس بشكل غير مباشر. تخيل رائد فضاء يغني فوق النخل فوق فوق النخل، ما حد راح يسمعه، وحتى ماكو نخل هناك، بس هي فوق النخل لو فوق النخل ما ندري. سوي لايك وتعليق ومشاركة للفيديو واسمع ايش راح يصير.